لازم يبقى عندك مبدأ كده، ما تبقاش بتدور على الترند، ما تبقاش بتدور على المشاكل، ما تبقاش بتدور على الفضايح. الاتنين المتين بهدوء. بهدوء. يا اخوانا حتى بعد ما المنتخب خرج الواحد كانت نفسيته زي الزفت، الواحد نفسيته زي الزفت، ويوم الثلاث بالليل مكتئب، ويوم الاربع بيعيط، ويوم الخميس الصبح حالته زي الخرا، يعني الواحد حالته زفت، وعمال يقول سيبوني في حالي، سيبوني في حالي اقعد على جنب. ومع ان كان في حد حاجز حاله بالخميس، يعني انا قبل الماتش طبعا بعيد عن سيناريو الماتش المقرف اللي لو انت تجاوزت احب اقول لك ان احنا يوم الثلاث اللي فات مساء كنا متقدمين على الارجنتين، اخر 10 دقائق كنا كسبانين 2-0، اتعمل علينا ريمونتادا رجعنا 3-2. فيها ظلم تحكيمي عشان بس الناس اللي طالعه تقول لك يا جماعه بلاش الحكام ما ظلموناش والحاجات، عشان الحاجات دي بتستفزني والله العظيم بتستفزني، وانا مش هرد على حد، مش هتكلم مع حد، بس الله يخليكم بلاش اللي يشوف فيديوهات زي كده ما يجيبهاش قدامي، اي حد يعرفني مثلا ما يعملهاش لايك عشان بتطلع قدامي بسببكم، فانا بقول لكم اهو انتوا اللي بتجروني للمشاكل، اديني ساكت. المهم كان في حد حاجز هلا بالخميس، وكنت ناوي ان ايا كانت نتيجه الماتش بعيدا عن السيناريو المؤذي نفسيا اللي حصل، ان انا يوم الاربعاء الصبح هقوم اصور هلا بالخميس. وكان عندنا الكابتن عفت الشربيني دافع الرسوم مالي الاستماره، الراجل عمل كل حاجه لدرجه انه خد الورق بنفسه وطلع لمدام عفاف في الدور الثالث خد التاشيره، وكان خلاص الراجل حاجز هلا بالخميس رسمي يعني. وبعدين ادي امضتي يا انت هتنوشت ليه؟ ادي امضتي كمان بس لان النفسيه ما كانتش تساعد فبلاش، لان ما كانش ليا نفس ان انا اصور، وقلت لكم يا جماعه سيبوني يومين ثلاثه كده فوق، خلاص سكت اقعد في حالي. لا ازاي تلاقي واحد عامل لك اسيست لحد عندك يقول لك بعد اذنك باشا ممكن تمسي عليا يا ولد. حاضر. فحاضر عينيا الاثنين عامل زي محمد سعد كده من عناء الاثنين. فحاضر مهيب عبد الهادي طلع في الميديا او طلع في الاعلام او طلع على قناه MBC فبرنامج اللعيب، عشان بس ايه جو التلقيح ده انا ما بحبوش، انا بحب اقول كل واحد باسمه عادي، نقول اللقب بتاعه ونقعد نهزر ونتريق وبتاع، لكن كده كده اسمك بيتجاب، عشان برضه يعني ايه قصص التلقيح وان الواحد يطلع يقعد يتكلم ويقول لك اصل في ناس بتعمل، اصل في ناس بتسوي مش بتاعتي، ما بحبهاش. المهم طلع مهيب عبد الهادي عشان يهاجم السوشيال ميديا وعشان يتكلم في شويه حاجات كده هتخلينا مضطرين متاسفين ان احنا نشوف مين مهيب عبد الهادي، مين مهيب عبد الهادي وبيعمل ايه، ويا ترى اللي هو بيقوله بيعمله ولا اللي هو بيعمله ما بيقولوش وبيقول حاجات تانية، يعني شويه تفاصيل كده هنحتاج نشوفها مع بعض بهدوء في هذا الاثنين المتين. بس خلونا في البدايه كالعاده نقول نفس الكلمتين المهمين بتوعنا تاني وتالت ورابع وعاشر ومليون. وبعد التحيه لسياده اللواء حسام حسن اللي رفع علم فلسطين، رغم ان في بعض الناس عندها بعض المشاكل النفسيه، الف سلام عليهم، رفع علم فلسطين في قلب الملعب في قلب امريكا باللي جابوها عادي جدا ولا فرق معاه، والراجل طلع في مؤتمر صحفي قال كلمتين حلوين اللي تاني انا مش مقتنع مليون في المية ان اللي حصل ده بسبب فلسطين وبتاع ومش عارف ايه، لا ممكن يكون ليه اسباب تانية ليها علاقه بالكوره والماركتنج وان ده ما ينفعش يخرج دلوقتي وفي قصص كده، بس يعني ايه مالناش دعوه بيها برضه في الفيديو ده، مش ده الموضوع بتاع الفيديو بتاعنا. بس يعني المهم الراجل طلع يتكلم عن فلسطين، ففلسطين لو انت اديتها كده عين رحت بس بصيت على اللي بيحصل هناك هتلاقي ان النهارده، وانت عارف ان انا بصور لك الفيديو قبلها بيوم، فالنهارده لحد انا لسه شايف بوست بيتكلم ان لسه في شهداء، لسه في ضرب مستمر، لسه الموضوع ما خلصش في غزه، في غزه بالذات اللي بتعاني بقى لها 3 سنين، انا مش عارف اقول ايه، يعني طبعا هو مش بيعانوا بقالهم 3 سنين بس، الناس دي بتعاني من قبل 48، لو انت عايز تقرا شويه في التاريخ او عايز تفهم ايه اللي حصل ممكن تروح تشوف، بس الفتره دي فتره صعبه جدا لحد النهارده، في شهداء، في مصابين، في اطفال بيروحوا، في سيدات بيروحوا، ربنا يرحم جميع الشهداء، ربنا يصبرهم جميعا، وان شاء الله ان شاء الله هنعيش ونشوف اخواتنا منتصرين والخريطه كلها مكتوب فيها فلسطين. ادعي لاخواتك في الوطن العربي اللي برضه الوضع مش مفهوم بالنسبه لي وماليش قوي في السياسه بكل صراحه وما بفهمهاش، بس لسه الوضع رايح جاي كده ولسه في نوش بيحصل، فادعي لاخواتك اللي في الوطن العربي، وطبعا ادعي لاخواتك المصريين اللي موجودين في البلاد دي ربنا يرجعهم بالسلامه وربنا يحفظ الوطن العربي كله، وادعي لبلدنا مصر ربنا يحفظنا ويبعدنا عن الدوشه اللي احنا فيها دي. خلينا نخش في موضوع الفيديو ونبتدي سريعا كده بالاستاذ مهيب عبد الهادي. شوف مهيب عبد الهادي بيتقال له استاذ شفت الزمن يعني انت ممكن تقول له استاذ مهيب عبد الهادي لو انت بتتعامل مع فورمان مثلا، لو انت مثلا بتشتغل سيلز وبتكلم مهيب عبد الهادي فتقول له مساء الخير استاذ مهيب عبد الهادي معايا، فيقول لك ايوه، هتقول له مش عارف 1 2 3. ممكن تقول له مثلا كابتن عشان اي حد بيشتغل في المجال ده بيتقال له انا بيتقال لي كابتن مع ان انا ماليش علاقه بالكابتنه، واخر مره لعبت كوره مثلا في نادي ولا في حاجه كنت في ثانويه عامه ساعتها وسبت الكوره عشان ثانويه عامه مستقبلي باظ، كان نفسي اطلع لعيب كوره مستقبلي ضاع ودخلت هندسه، عادي بتحصل برضه مع الناس كلها. بس يعني المهم ممكن تقول له مثلا يا مهابيبو لو انت صاحبه قوي، يعني مش عارف ايه مهابيبو دي، يعني مش عارف ممكن ندلع مهيب ده يتقال له ايه، بس برضه مش موضوعنا او مش قصتنا. مهيب عبد الهادي طلع في البرنامج بتاعه برنامج اللعيب على قناه MBC عشان يدينا دروس في التوعيه ويتكلم معانا ازاي نقدر نتكلم على منتخب مصر او ازاي تقريبا نقدر نتكلم في العموم، فخلينا نشوف مهيب عبد الهادي كان عايز ايه واحده واحده بهدوء مع بعض. لما الشعب بيكون فرحان والجماهير بتبقى فرحانه ايوه حصل ويعني
من اقل شيء الناس بتفرح. طبعا. عشان كده مم. ساعدوا الناس ان هي تفرح. يا سلام يا سلام. بلاش احباط. صح. يعني بلاش وسط ما يبقى حد عامل حاجه حلوه ايوه. يخش الناس تتكالب عليه تتكلم. وتقول كلام انت عرفت تتكلم دي منين؟ يهبط ماشي. ايوه. الناس. مم. ده اللي ماشي دلوقتي. يعني ده اللي ماشي دلوقتي. ده اللي ماشي دلوقتي. شغل رخيص قوي بصراحه، شغل رخيص قوي ان مقدم برامج يقعد يجيب واحد بيطلع معاه في البرنامج ملوش اي لازمه غير انه بيعرف ينزل صورته على اغنيه انا 5 ستار على كوكب، عشان بس هو بيطلع يقعد يقول حاجه مختلفه وبتاع، والفيديوهات دي بتطلع ترندات. انا حاسس ان ده شغل رخيص قوي. لو انت مقتنع برايي طبعا ده مش شغل رخيص، انا بتكلم في المطلق. لو انت جايب حد لهدف جواك ان انت بس عايزه يقول اي حاجه مختلفه فتطلع ترند، فده شغل رخيص. لكن لو زي حالتك كده بتجيب احمد دودار عشان مثلا تديله مساحته، فده ما اعتقدش ان هو شغل رخيص. اعتقد ان ده شغل غالي. مش عارف بصراحه بيبقى بكام في الحلقه، بس يعني اللي انا عارفه ان البرنامج بتاعك من البرامج اللي بتدفع كويس. يعني بما ان الواحد كده وبيعرف تليفونات، ويعني مش موضوعنا دلوقتي مش موضوعنا دلوقتي نقول عرفنا المعلومه منين او ايه اللي حصل او ايه، يعني مش قصتنا في الفيديو ده. بس يعني انا بعيدا عن ان انا مش عارف انت امتى عرفت تتكلم كجمله، يعني عرفت كلمه تتكلم دي منين. برضو اشتغلت على نفسك في العربي ودي حاجه كويسه تحسب لك طبعا. يعني ربنا ما شاء الله يوفقك، وما شاء الله ما شاء الله. مهيب مش عايز احسدك لحسن الناس تقول عليا بحسدك ولا حاجه، بس مهيب هو انت واحد من الناس اللي دايما بتساند المنتخب؟ يعني هل مهيب عبد الهادي مثلا، لو عايزين نتكلم على مهيب عبد الهادي، هل هو من الاشخاص اللي دايما بتساند المنتخب، ولا يمكن مثلا دلوقتي عشان اللواء سياده اللواء حسام حسن وهو كان دايما ضيف عندك في البرنامج وبتاع، فحبيبك علاقتك بيه كويسه فمش هينفع تطلع تهاجمه، رغم ان بتجيب ناس تديهم مساحه عشان ما يعملوش حاجه غير ان هم يهاجموه. بيجيب ناس تانية طبعا محترمه وبتيجي وبتقعد تتكلم وبتقول اراء تتسمع وكل حاجه، بس بتجيب ناس تانية يعني مش عارف. ده موضوع ممكن نسيبه لسياده اللواء، او بكل صراحه لو كملت معايا الفيديو لحد الاخر هتلاقيني سايب لك هديه كده هتروح لسياده اللواء برضه بس خليها في الاخر مش دلوقتي. اكمل يعني، كمل قول لنا برضو ايه اللي ممكن نعمله، او مين الناس اللي بتعمل الحركات الوحشه اللي انت بتتكلم عليها دي، مين دول؟ ويا ريت تبقى بدايه جديده، انا شايف سواء كده. للاعلام سواء للسوشيال. بس السوشيال دول يعني ما فيش انتماء. يعني مش السوشيال، يعني اللجان والحاجات دي ما فيش انتماء. اللجان ماشي. ما فيش. هو موجه. صح. اللجان انا دي متفق موجهه. عامه. مم. والله بجد. يعني انت مم. خش دلوقتي خلي واحد يكتب عليك كومنت، مثلا تخش تشوف مين ده، مم. لا هتلاقي ليه اصل ولا فصل. بتحصل عامه، عندك حق لا ليه بتحصل. اصل. والناس مم. بتتاثر. صح. في ناس دماغها بتتاثر صح. بالسوشيال ميديا، انا بتصدق متفق على الناس فكره دي. مع الكلام ده، كلام محترم. مم. ويخش ناس حقيقيه على حس أيوة. الناس دي. دي بتحصل اللعبه. بتحصل فعلا. دي اللعبه بتاعت السوشيال ميديا. عايز تكشفها ازاي؟ زي ما بقول لك كده. ما انا افتكرتك لسه يعني انا هتشرح. اخش ماشي. مثلا مهيب مثلا، ده مثلا. انت ده انت ده انت. طيب يا عم مم. انا دخلت اشوف مين ده، مم. لا ليه اصل ولا فصل. ولا فصل. الله. والله كومنت مع صفحه أيوة. فيك. فيك. بتحصل. مفيش. ايوه صح. هوا ليه؟ واحد مم. قاعد على الكمبيوتر ايوه. معاه 1000 اكونت او 500 مم. اكونت. ايوه. النهارده احنا طالعين على مين؟ على مم. احمد سليمان، ده على طول. على مهيب، ايوه. على منصف، على اسامه. صح. ترن بيحصل. ترن ترن ترن. وفي ناس يا عيني بسيطه تصدق. وفي ناس بتصدق تقوم داخله مشاركه. كلها كده بقت ماشيه كده. يعني بكل صراحه عشان برضو الواحد يتكلم في اللي ليه واللي عليه، السوشيال ميديا يا جماعه بقى فيها حاجات زي كده، فيها الجام فعلا بصراحه، واحنا بنشوف حاجات زي كده. في ناس بتخش تشتمنا وتبقى اكونتات فيك بتحصل. وبعدين السوشيال ميديا مهيب بقى فيها حاجات غريبه جدا. يعني احيانا مثلا الواحد يبقى بيتكلم في حاجه في السوشيال ميديا يلاقي الناس بتتكلم في حاجه تانية في الكومنتات، مع انك انت ما بتبقاش بتقول كده. يعني مثلا انت منزل ريل مثلا، او انت ما بتنزلش ريل يا عم، انت بتنزل بوست تكتب حاجه، تبقى انت بتتكلم في موضوع وتلاقي الناس بتتكلم في موضوع تاني في الكومنتات. انا الموضوع ده على فكره من الحاجات اللي بتستفزني ولازم نشوف لها حل. يعني هقول لك حاجه مثلا كمثال، انا قبل ما اصور يا سيدي دلوقتي بكام ساعه، اللي هو الفيديو ده ينزل هيبقى قبلها بيوم، نزلت فيديو، نزلت ريل صغنن. يعني بديك على سبيل المثال، يعني بديك مثال، فبنزل الريل بقول ان يعني بكره بحاجه فيها ما معناه ان يعني حضرتك هتنورنا في الاثنين المتين. ده ايه علاقته بماتش اسبانيا وانجلترا؟ هتقولي اسبانيا وانجلترا ايه؟ انجلترا هتلاعب الارجنتين واسبانيا هتلاعب فرنسا. اقول لك ده دلوقتي كان في ماتش اسبانيا وانجلترا قبل كده، نيكو ويليامز جاب جون. نيكو ويليامز جاب جون من هنا، وعمر خالد احتفل بقى هو واحمد كمال بقى والرجاله الحلوه اللي بتبقى قاعده مع مروان سري دول، وكلهم نيكو ويليامز، يعني كانوا مبسوطين بيه جدا. انا ايه علاقه ان انا ابقى بتكلم عليك الاقي الناس بتحتفل بنيكو ويليامز في الكومنتات؟ حاجه من الحاجات الغريبه اللي بتحصل في السوشيال ميديا. انا معاك بصراحه، رغم ان شغلانه السوشيال ميديا دي صعبه يعني، او ان الواحد يبقى بيعمل حاجات على السوشيال ميديا صعبه، بس يعني امثله بتحصل زي كده برضو. انا متفق معاك بصراحه، وفي لجان وفي حاجات عجيبه. كمل قول اتفضل. انا بوجه كلامي للمجلس الاعلى ايوه للاعلام. اتفضل. بقى في حاجه دلوقتي مهمه ايه جدا. هي؟ انا معايا تليفون، ايوه. انا سين من الناس، عايز اعمل حاجه بقوم طالع لايف، مثلا.
في ناس بتعمل كده، ايوه. بقى عندي وجهة نظر، ماشي. وبقى عندي بيج، أيوة. وبقى عندي قناة، ماشي. وبقول اللي على مزاجي. طبيعي. طب ازاي؟ لا يعني ايه ازاي؟ يعني المفروض لو واحد وبقى عنده فولورز وعنده بيج وبيتكلم، المفروض يقول لي على مزاج مين؟ احنا مش لسه كنا بنقول ان اللي بيتقال لهم يعملوا ايه دول وعندهم اكونتات وناس بيقولوا لهم يروحوا فين ويجوا منين، دول بيبقوا الجن يا مهيب. يعني انت لا عايز الناس تقول اللي على دماغها ولا عايز الناس حد يمليها، طب الناس تعمل ايه عشان تبسطك؟ ايه اللي بيبسطك وهم يعملوا؟ يعني حاجه تكون في اطار السوشيال ميديا يعني. بس ماشي، كمل كمل، يمكن عندك وجهه نظر انا مش قادر اوصل لها. اتفضل حضرتك، اتفضل. طب ما هو الشيء ده خطير صح، جدا. انا متفق. يعني الشيء ده خطير خطير جدا. جدا بقى فعلا. الواحد، بقوا 10، بقوا 50، بقوا 100. انت ماشي. بتلاقي كل واحد دلوقتي معاه صفحة دي مش مؤسسة، مم. ده واقع فرد، ماشي. كأنه مؤسسة إعلامية. فرد بتحصل. بيطلع يقول اللي هو عايزه، طبيعي. وبيتكلم بالأسلوب اللي هو طبيعي عايزه، برضه. وبيقول الكلام اللي هو شايفها عايزه، منطقيه. وبيقول الألفاظ اللي هو لا الا عايزها. حدود الادب. صح. ماشي وممكن نتقبل. 3/4 الكلام ده يكون غلط. ممكن. إذا ده ممكن. توجيه خاطئ. صح. طيب الناس دي في ناس بتنساق وراها، بتحصل. في ناس تقعد تشير. معلش يا استاذ مهيب عشان انت فكرتني دلوقتي. اولا لو حضرتك ما عملتش لايك او كومنت او ما عملتش سبسكرايب وفعلت زر الجرس فانت مقصر. ثانيا انت ما بتشيرش ليه؟ ما هو بيقول لك اهو الناس على السوشيال ميديا في ناس بتقعد تشير وانا لازم افتكر يعني؟ طب انا بنسى. مش تعاملوني على قد مخ يا جدعان، انا راجل سمسمه، مفيش المخ هنا قد كده والذاكره قد كده جوه. خدوني على قد عقلي، معايا شهاده معامله اطفال يا جماعه. ما يعملش كده. اتفضل اتفضل يا عم انت اهو، اعمل شير، اعمل شير، مش تعمل شير لنفسك على الواتساب، اتفضل اكتب كومنت ولا اكتب اي حاجه. مش ممكن يا استاذ مقصرين، انا مش عارف انا مستعملهم ليه. اتفضل حضرتك كمل، اتفضل. هو مش عاجبه فلان، مش عاجبه علان، مثلا يقعد يشير، وهم أيوة. عارفين ان المجلس الاعلى للاعلام بيتابع المشاهير منهم بس. هم لو مش اللي هم مشاهير ما إيه؟ تقلقش منهم. 10 15 واحد. طب الباقي ايوه. ده في 100 بيقول اللي هو عايز. انت بتسمع كل الالفاظ وكل العبارات. لا لا، والاغرب من اهم كده حاجه الادب. بياخد فيديوهات. يعني حتى انت يعني احنا ما نقدرش ناخد صورة. ايوه. لا ده بياخد فيديوهات، بياخد اهداف، بياخد حاجات. فالمنظومة كلها محتاجة يعني دراسة كبيرة جدا. انا متفق عامه. ضبط لكل الناس، ويبقى في معايير زي ما هي في معايير دلوقتي على فكرة. انا متفق على فكره مع الكلمتين دول، يعني انا متفق مع الكلمتين دول. اولا في كذا مشكله يا جماعه بتحصل على السوشيال ميديا. اهم واكبر مشكله هي الناس اللي بتجيب فيديوهات وهي معهاش حقوق ملكيه، بتجيب فيديوهات عادي، تجيب الفيديوهات دي تعلق عليها وبعدين تروح تجيب تعمل ب 2 جنيه سيرش، تجيب فيديوهات تانية وتجيب نفس الشخص وهو بيقول عكس الكلام اللي كان بيقوله، او كان بيعمل حاجه عكس الحاجه اللي هو بيقولها، او تجيب فيديوهات لشخص وهو بيقول حاجه وبعدين تروح تجيب حاجه حصلت من كام سنه، الشخص ده كان في موقف مختلف بيقول حاجه عكس اللي بتحصل دلوقتي او كان قناعاته مختلفه. انا شايف الموضوع ده وحش، احنا عايزين نسيبها بطاطس. عايزين نسيبها بطاطس كده، اللي يقول واللي يتكلم، ما حدش يروح يجيب لنا الفيديوهات القديمه. مش عارف انا ايه العيال على السوشيال ميديا اللي بيعملوا الحركات دي ما بحبهمش انا على فكره. يعني انا عامه ما بحبش اي حد المحتوى بتاعه عباره عن ان هو يجيب فيديوهات لناس ويقول لك بص كان بيقول ايه قبل كده. انت مالك يا اخي؟ ما كل واحد يقول براحته، حاجه غريبه جدا. والناس بقى تقعد تشير زي ما هو قال لك، الناس تقعد تشير. الناس تشير بقى فنتفضح. فمش عايزين نتفضح لو سمحتوا بعد اذنكم، لما تلاقوا حد بيقول حاجه وكان قال حاجه عكسها ما حدش يجيب الفيديوهات دي. عشان انت معكش حقوق ملكيه، احنا قاعدين في القناه هنا ما نقدرش نجيب صوره. لا مقارنه منطقيه. وبعدين بقى اسوأ حاجه في الموضوع ده ايه؟ الناس دي جت لنا منين يا جماعه؟ الناس دي جت لنا منين؟ معروف ان انت عشان تشتغل في الاعلام، لانه قال لك الناس لما بتبقى عامل مؤسسه اعلاميه. تخيل بني ادم بيقوم بدور مؤسسه ومش عاجبكم. يعني بني ادم لوحده بطوله او بيبقى معاه كام واحد بيساعدوه. مش بتكلم عليا انا، سيبكم مني انا لسه من الناس اللي مش معروفه، انا بتكلم عن الناس اللي معروفه دي، الناس بتوع السوشيال ميديا بقى اللي هم بيعملوا فيديوهات وكده وبيبقى قايم بدور مؤسسه. تلاقيه بيتفرج وبيحلل وبيتابع وبيمنتج بيفتح لايفات وبيعمل فيديوهات للناس، قايم بكل الادوار دي ومش عاجبنا ليه بقى؟ لان انت مين يالا؟ انت جيت لنا منين؟ لو جيت بصيت على الناس اللي موجوده في الاعلام هتلاقيهم كلهم دارسين، كلهم فاهمين المعايير الاعلاميه الصحيحه والدقيقه وكل حاجه 100. اي نعم احنا بعد كده بنروح نلجا لنفس الناس بتاعت السوشيال ميديا دي لو عندها شويه مشاهدات في مواقف معينه، نكلمهم في التليفون نقول لهم الو ممكن تيجوا معانا حلقه. مش انا على فكره عشان ما حدش يفتكر ان انا بتكلم عن نفسي، مش انا بس، عموما بتحصل يقول لك الو ممكن تيجي البرنامج بتاع اللعيب، برنامج حلو وبسمسم. تعال اطلع معانا دلوقتي لحسن احنا عاملين مشكله، احنا هايصين على حمزه عبد الكريم والدنيا قايمه علينا، عايزين حد اهلاوي حلو كده يجي يتكلم معانا الناس بتحبه. الكلام ما بيتقالش بالصيغه دي يعني، بس هي مفهوم.
يلا مش موضوعنا، مش قصتنا، مش هنتكلم في الحته دي. بس فعلا اللي يضايق الناس دي جت منين؟ عارف لو دورت على تاريخ مهيب هتعرف مهيب جه منين. احنا طبعا بنتمنى ان الزمالك يحسم الدوري النهارده ونفوز بالدوري عشان ما نخشش في جدالات كتيره. والحمد لله برضه ان الاهلي كسب امبارح المنصوره عشان نشوف النهارده ماتش كويس، والزمالك يمتعنا يبقى ببطوله الدوري وماتش كويس، وربنا يسهل ويكون فتحه خير النهارده على الزمالك عشان المباريات القادمه ان شاء الله في اسبانيا باذن الله. الاول بدا حماسي من نادي الزمالك، والاهلي كان قلل شويه في الشوط الاولاني. أيوة. وبعد كده نتمنى التوفيق طبعا لنادي الزمالك ان هو يستمر على نفس منهج الشوط الاولاني، وربنا يسهل والزمالك يكسب باذن الله. مساء الخير. اهلا وسهلا. ازيك؟ استطلاعات الراي النهارده بتقول ايه للزمالك وبلديه المحله؟ والله طبعا يعتبر دي اخر فرصه للزمالك ان هو يصالح جماهيره والجهاز الفني ان هو يستمر يعني في مكانه، وان شاء الله احنا بنتمنى كلنا ان الزمالك ينهي الموسم ببطوله، وان شاء الله يعني املنا كبير ان الزمالك هيكسب النهارده باذن الله. بيطمن عليك وجاي بيسال بيقول اخبار الكابتن اسامه ايه؟ جاي تقول لي كابتن اسامه ايه؟ نفسنا نطمن عليه هو كابتن حسام، لان طبعا بيدوا دفعه جامده للفريق في الظروف ديت وفي اللقاءات دي بالذات، محتاجين لكابتن اسامه وكابتن حسام والكل لعيب في الوقت اللي احنا فيه، وربنا يسهل النهارده والزمالك يكسب ويطمن لنتيجه العوده باذن الله، وربنا يوفق اللعيبه. والشوط الاول مهم جدا ان احنا نحط اكبر عدد من الاجوان عشان ربنا يكرمنا في العوده ان شاء الله. كان نفسك كابتن اسامه يبقى في الملعب؟ يا ريت كان نفسي كابتن اسامه وكابتن حسام والخماسي اللي هو الجديد بتاع الزمالك، وربنا يسهل كده وربنا يكرمنا النهارده ونكسب باذن الله. ده يا جماعه عشان اللي ما يعرفش، الاعلامي الكبير مهيب عبد الهادي خريج كليه المقصوره الرئيسيه، كليه اعلام قسم مقصوره رئيسيه جامعه استاد القاهره، عشان هو تقريبا يعني محسسنا ان يعني خلاص هو عامل 3 ماجستير في الاعلام. انتوا مين بقى اللي طالعين من على السوشيال ميديا انتوا؟ ما انت لو ما جيتش استضافوك بميكروفون كده في المدرج ما تسمعش صوتك، ما تتكلمش في الاعلام. بدل ما يعني طالما ما قمتش حتى لو يا اخي قوم بالدور ككومبارس صدفه كده، كل ما حد يخش بميكروفون في الاستاد يلاقيك معدي قدامه. صدفه وتصادف يا عم هيصه. صدفه وتصادف يا عم هيصه، امال ايه طيب؟ بتحصل يا جماعه، انا مش عارف الناس بتستغرب ليه. يعني مين بقى العيال اللي طالعين على السوشيال ميديا دول؟ انتوا مين انتوا جيتوا علينا امتى؟ بس لا انا اكيد فاهم غلط، اكيد انا اطلع ظالمك في حاجه. انا احيانا بكل صراحه بحس ان انا ظالم، وانا ما بحبش احساس ان انا ظالم ده. يعني يا رب دايما ما يبقاش الواحد ظالم لاي حد. فانا اديك فرصتك يا استاذ مهيب لو سمحت، وقول لنا ايه هدفك من الحمله دي؟ هل انت عندك مشكله مع السوشيال ميديا ولا ليك هدف نبيل ممكن نسمعه؟ اتفضل. ليه بنوعي وبننبه؟ عشان ننظف. صح، اهم حاجه النظافه. لازم في امور كتير تنضف. صح بجد. لازم لما يكون عندنا حدث وعندنا انجاز كلنا نفرح، المفروض ما يبقاش في نشاز. صح، في شويه كده يطلعوا عارفهم يبتدوا يبقوا 3 يبقوا 5 يبقوا 7 يبقوا 10 للاسف الترند يبقوا 20 30. الترند كابتن اسامه عايز فعلا. تروح لحاجه وعايزين الفضايح وعايزين المشاكل، عايزين فضايح وعايزين مشاكل. الناس الوحشه اللي بيحبوا الترندات دول يا جماعه مش تتعلموا الاعلام يا جماعه من الاستاذ مهيب يا جماعه. لازم تبقوا في ظهر المنتخب، لازم تبقى يا اخي لما في انجاز تفرح، مش تطلع في برنامج اللعيب كضيف كاسمك احمد دودار تطلع تقول لنا ان اللي احنا عملناه ده ولا انجاز ولا بتاع. عيب يا جماعه. ايه يا جماعه؟ ايه ده؟ لازم يبقى عندك مبدأ كده، ما تبقاش بتدور على الترند، ما تبقاش بتدور على المشاكل، ما تبقاش بتدور على الفضايح. يحدثكم مهيب عبد الهادي مقدم برنامج اللعيب. يعني ماشي، عامة هي بتحصل برضه عشان الواحد ما يبقاش ظالم، ما يبقاش مفتري، فهي بتحصل. مهيب عبد الهادي من الناس اللي دايما داعمه للمنتخب، لسكواد المنتخب، لاراء الكابتن حسام حسن. طالما احنا داخلين على بطوله، طالما منتخب مصر، فانا اسف كل الانتماءات تبقى على جنب. هتقول لي اصل حمزه عبد الكريم مش عارف زيكو، مش عارف مين اللعيبه اللي الناس كانت بتقول لك هم مين دول قبل البطوله. لا والف لا، كله الا مهيب عبد الهادي. مهيب عبد الهادي يعني ظهر المنتخب يعني مهيب عبد الهادي اهو. حتى في نقد وخلاص. انا طالع عشان انقد حمزه عبد الكريم اهو، حمزه عبد الكريم اهو. ايوه ولا حمزه علاء. خلاص بقى خلصت. خلاص بقى انت هتعمل زيه. هو دلوقتي بقى حمزه عبد الكريم. لا والله انا بضحك اهو. انا بضحك ماشي. ايوه هنزله ارجع لي والنبي. ارجع لي. هاتوا بينطط. ارجع لي. ايوه تعالى ارجع لي يا غريب. تعالى يا غريب تعالى. والله العظيم انا سعيد جدا بحمزه عبد الكريم انه راح برشلونه. ايوه طب يعني لو اعرف ان الكلمتين دول يعني كان سخنوا الدنيا كده، ده في مصلحته والله. انا بحب حمزه عبد الكريم، عيل جميل وشاب، حبيته
انا حبيت حمزه عبد الكريم وبحب حمزه عبد الكريم وبضحك اهو زي حسام حسن اما قال لك انا بضحك اهو بضحك. ايه ده؟ ايه ده؟ تصدق انا ممكن ارجع اتفرج على افيهات بسيوني مالت تاني؟ افيهات بسيوني مالت على فكره كانت بتضحكنا اكتر من دي، اي نعم كانت بتبقى برضه تقيله كده بس يعني ايه ده؟ يا جماعه احنا ما بندورش على الترند، يا جماعه بلاش ظلم يا جماعه. لكن حمزه عبد الكريم اهو اللي احنا قلنا حمزه علاء فالدنيا اتقلبت قوي كده. انا لو اعرف ان الكلمتين دول هيشقلطوا الدنيا كده يا لهوي. يا لهوي ما كنتش هسكت. ده في مصلحته على فكره، في مصلحه حمزه عبد الكريم ان انا اطلع اقول حمزه علاء، حمزه علاء. شكرا قالوا لي ان حمزه عبد الكريم. ايوه هل انا اتلخبطت؟ لا ما اتلخبطتش، انا ما اتلخبطتش على فكره، انا قاصد اسمه معلمش معايا. ايه يعني راح برشلونه؟ هو مبدئيا كانت اكتر جمله الحاديه في الحته دي اللي انا مش محتاج اجيبها لك لان انتوا كلكم شفتوها اكيد. ابقى قال لك ايه يعني برشلونه 19 سنه؟ ده انا ممكن اجيب فريق ام 19 سنه يكسب برشلونه. ده الحاد كروي يعني، ده مرحله من مراحل الالحاد الكروي اللي هو خلاص يعني طالما وصلت لهنا ما تكملش، طالما وصلت لهنا ما تكملش، الموضوع انتهى خلاص. بس يعني احنا يا جماعه مش بندور على ترند، احنا مش بندور على ترند ومش بنرمي الافيه ونسيب حد قاعد جنبنا في الاستوديو يقول لك حمزه عبد الكريم ولا حمزه علاء. مش ممكن يا جماعه مستوى الافيهات لحسن حمزه علاء دي طلعت ترند فاحنا نقول حمزه علاء. لا ما تفهموناش غلط. احنا على فكره لما كنا بنتكلم على حمزه عبد الكريم كانت نيتنا صافيه، انتوا اللي منها لله السوشيال ميديا، هي السوشيال ميديا اللي بتعمل الحاجات دي. اتفضل يا استاذ مهيب اشرح موقفك لو سمحت، قول لهم انت ليه كنت بتتكلم على حمزه عبد الكريم لان انا متاكد ان نيتك كانت صافيه. اتفضل. مبروك لحمزه عبد الكريم. أيوة. انت عارف ان الوكاله بتاع مرموش اللي وانا ودته سعيد والله العظيم سعيد جدا جدا سواء انا سعيد جدا 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 جدا. حمزه عبد الكريم حبيب قلبي. اتفضل يا دودو. انا مبسوط جدا جدا بحمزه علاء قصدي وحمزه عبد الكريم. دودار برضه ما بيحب يستخف دمه بيبقى مش ممكن. عامل زي خليل كوميدي كده. لهوي. يا لا هنستحمل، عايز تبقوا عارفين بس الشغلانه بتاعتي دي صعبه جدا، انتوا مش مقدرين. يعني انت ممكن تبقى نازل شغلك او راجع من شغلك سايق في الطريق بتروق على نفسك. بتروق على نفسك ازاي؟ بتشغل اي حاجه حلوه تسمعها، ايا كان بقى انت بتحب تسمع ايه. تشغل بقى محمد منير، تشغل عمرو دياب قديم، تشغل اغاني انجلش لو انت بتحب الانجليش، تشغل كايروكي مثلا، دي حاجتي المفضله. انا حضرتك عشان اطلع لك الفيديو ده ببقى سايق واحد بسمع الناس دي، يعني وانا سايق كده ماشي في الطريق بيبقى ايه اللي شغال في ودني او مش شغال في ودني، يعني الصوت اللي طالع من العربيه مش هستحمل لدرجه ودني بصراحه، يعني ودني هتورم كفايه مش ودني بس. المهم ببقى قاعد بسمع مهيب واحمد دودار وهما بيرموا مستوى الافيهات دي ليه؟ عشان اعرف اجيب لك الحتت اللي زي كده. فيعني انا مش عارف اقول لكم ايه بصراحه، بس يعني اديك شايف مستوى الافيهات. يا رب ليه يا رب ليه 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 اللهم انا اعتراض يا رب ليه. الله يكون في عوننا والله. اتفضل يا ظريف. ايوه احنا كلنا بنفرح، لعيب لسه صغير ونهزر لعيب لسه صغير واكيد كلنا وراه وكلنا بندعمه. خدتوا بالكم يا جماعه الشيفت؟ حد خد باله من الشيفت اللي حصل ده اللي هو لعيب عامه لسه صغير كلنا بندعمه عشان بس خلاص الافيه خلص وضحكنا خلاص هزرنا نتكلم كلمتين بجد بقى. لعيب لسه صغير احنا كلنا بندعمه كلنا بنقف وراه. مش عارف يتعامل معانا على انهم مختلين باين ولا ايه. اتفضل كمل. لكن في فرق من انا بقول لك يعني انا عايز بس يا دودار الناس اللي بتتكلم يعني الحمد لله ان انا اتعاملت مع اجيال. لو في واحد طالع لسه امبارح ولا اول امبارح بيتكلم انا ما اعرفش هم مين، ما اعرفش دول ظهروا امتى وبيكتبوا. طبعا السوشيال ميديا فيها حاجات كتير جدا وفيها يعني كواليس هنقولها، كواليس هنقولها نكشفها ولجان وحاجات من دي. طبعا كلها لجان. ايوه جيل واجيال. جيلك انت اهو وجيلك انت عمار يعني اتعاملت مع مش عارف مين جيل دودار ده يعني. جيلك انت هو دودار ده لعب 6 ماتشات مع المنتخب ولا 8 ماتشات مع المنتخب. دودار الماتش الوحيد اللي لعب ماتش واحد اساسي مع المنتخب رسمي طلع في الدقيقه حاجه و70 وخسرنا بتشهد 1-0. ده الماتش الوحيد اللي دودار لعب في بيت الماتشات كان بيلعب ماتشات وديه. فانا مش عارف مين جيلك ده، ايه جيل دودار ده معلش؟ كان بيلعب مع مين دودار؟ هو اصلا دودار لعب مع المنتخب امتى؟ عشان يبقى عنده جيل نتكلم عليه. بس يعني ما علينا مش موضوعنا. كمل اتفضل. جيل عماره وطارق السعيد وجيل الجوهري وحسام حسن وبعد كده جيل ابو تريكه وائل جمعه وزيدان وعمرو زكي وبعد كده جيل صلاح. يعني احنا تابعنا اجيال بقالنا 26 سنه في المهنه فالحمد لله. يعني لما مهيب عبد الهادي يدي نصيحه بتبقى نصيحه صادقه. مين مهيب عبد الهادي؟ يعني ايه لما مهيب عبد الهادي يدي نصيحه؟
احب انا قوي الناس اللي عندها ايجو دي احبهم قوي. لما مهيب عبد الهادي يدي نصيحه، اظن يعني النصيحه ليها وزنها. انا مره دخلت ادور مين مهيب عبد الهادي، طلع لي التصريح بتاع هيثم فاروق انه مبلط سيراميك دخل الاعلام بالغلط. فلو انت هتديني نصيحه ازاي اعمل مونه، انا طبعا اسمعك، لان دي صنعتك، انت راجل بتفهم فيها. والكل طبعا يعني كل مصنعيه ليها احترامها، كل صنعه يعني ليها احترامها، وطالما انت راجل صنايعي قد الدنيا يبقى تحترم. ورحت اشتغلت في الاعلام، ربنا يكرمك، ربنا يوسع عليك، بقى عندك برنامج، ربنا يوفقك. ايه علاقه ده بالنصيحه؟ انك يعني حضرت اجيال؟ طب ما احنا حضرناهم، انت حضرتهم يعني كمراسل يعني وكده؟ كنت مراسل يعني انت حضرت الاجيال دي كمراسل، انت ايه علاقتك بالاعلام؟ ولا هو اي مراسل ممكن يطلع يقول لك دلوقتي انا هديكوا نصايح في الاعلام؟ مش تقليلا من اي مراسل، بس شغلانه المراسل ملهاش علاقه بشغلانه البرنامج اللي انت بتبقى قاعد فيه. دي شغلانه ودي حاجه، ده تدرج وظيفي. اللي بيبتدي مراسل، بعد كده ربنا كرمه يبقى عنده برنامج، وبعد كده ربنا يكرمه يبقى عنده اكبر برنامج في الدنيا، ربنا يوسع عليكم كلكم يا رب. بس ليه التناكة على خلق الله؟ وايه جو انتوا مين وجيتوا منين ده؟ طب ما انت جاي اصلا من مدرج. ايا كان بقى، كنت بتشتغل بتاع سيراميك، كنت بتشتغل بتاع دهب، كنت بتشتغل صاحب اكبر مصانع في كوكب الارض، في الاخر انت لما دخلت الاعلام دخلت زي اي حد على السوشيال ميديا دلوقتي، لا انت دارس ولا انت فاهم. دخلت اشتغلت شويه في الشغلانه مراسل وبتاع، على ما اتعلمت وفهمت كده وفهمت الدنيا دايره ازاي، لحد ما ربنا كرمك ووصلت بقى عندك برنامج في قناه MBC اللي هي قناه كبيره وكل حاجه. بس ليه التعامل ده مع الناس؟ يعني ليه جو انتوا مين انتوا والجان؟ اي حد بيتزنق في اي حته يقول لي جان. بص، هي دي الشفره بتاعت الميديا دلوقتي. شو قال لك انا هقول لك انا السوشيال ميديا دي بتمشي ازاي؟ انا اقول لك بقى الميديا بتمشي ازاي. انت لو قلت حاجه لقيت الناس نفختك، اطلع قول لي جان. اسهل حاجه في الدنيا، اسهل اتهام ترمي بيه اي حد. خد في ذمه اللي انت عايزه، كلكم بتقبضوا، كلكم وحشين، انا ما قلتش حاجه، انا جميل انا بتكلم في اراء، انا راجل محترم انتوا اللي منكم لله، حسبي الله ونعم الوكيل بس ماشي يعني، اتفضل كمل. 26 سنة في المجال يدي نصيحة تبقى نصيحة صادقة. أيوه. زي الأب صح. ما بيدي لابنه يا سلام. نصيحة، يا سلام. أو أخوه الصغير، إن هو ما تضغطوش الولد، ما دي تقصد، ما تضغطوش حمزة لأنه صغير. دي ما اتاخدتش خالص في نفس يعني، فما تلعبوش على مشاعر يا جماعة، كل المشاعر السوشيال ميديا. فاهم؟ لأن احنا عارفين مين بيحرك ايه، بيشغل مين، وربنا يسهل. يلا ربنا يسهل. يلا بص، اسهل حاجه في الدنيا اسهل حاجه على فكره. انا كل الناس اللي هتخش تشتمني في الكومنتات، اي حد هيغلط فيا، كلهم لجان. مش عايزك تهتم بالكومنتات دي، انا عايزك تبص للكومنتات الايجابيه اللي بتقول عليا صانع محتوى قد الدنيا، الناس اللي بتقول لي ان انت اجمد واحد في السوشيال ميديا، الناس اللي بتقول لي انت تستحق اكتر من كده. لكن الناس اللي بتخش تقول لي مثلا اسلوبك وحش، او الناس اللي بتقول لي ان دمك تقيل، اكيد كلهم لجان، اكيد. يعني انا الطبيعي ان الناس كلها تحبني، انا الطبيعي ان الناس كلها تعجب بالمحتوى بتاعي ده ليفل جديد من الجنان انا وصلت له لان العادي والطبيعي ان اي بني ادم بيغلط. بس هي الفكره ان مش اي بني ادم بيغلط ويعرف ان هو غلطان بيطلع يقول انا اسف. يعني مش اي بني ادم بيعترف بالغلط، لان دي حاجه كبيره. واحد من الناس مثلا المحترمه اللي بمناسبه يعني الهجوم عليه، فوالله ما كانتش متحضره بس هي سيرته جت اهي، الدك ممدوح نصر الله، طلع يوم ماتش ايران قال كلمتين فرير على اللعيب بتاع ايران اللي كان بيحتفل. الناس قالت له لا غلط وعيب وبتاع، قال لك انا بعد ما هديت وبصيت على الكومنتات، بصيت على الريل، انتوا عندكم حق يا جماعه، اللي انا قلته ده غلط، انا اسف. مسح الكلام. بعيدا عن ان الناس دلوقتي بتتصيد له وبتاع ومش عارف ايه، الناس بتفتري على ممدوح نصر الله، حرفيا بيفتروا عليه. واحد عمال يشتمه ويشتم في مصر ويغلط فيه في اللايف اللي فات، فلما ممدوح نصر الله رد عليه يبقى شاهد قبل الحذف، ممدوح نصر الله يغلط في المتابعين بتوعه. ليه؟ عشان احنا عايزين نتصيد. فاسهل حاجه في الدنيا ان كان ممدوح نصر الله برضه بدل ما يطلع يوضح ويقول لك يا جماعه اللي حصل 1 2 3 للناس اللي ما شافتش اللايف الجزء ده 1 2 3، يطلع يقول لك اصل هم لجان. الناس اللي بتهاجم ممدوح نصر الله دول كلهم لجان، كلهم مدفوعين. احنا عارفين الحرب دي مين اللي عاملها عليه، اكيد نصوحي او مروان سري المنافسين بتاعه في السوق وده اللي احنا بنبقى عايشين معاه في الميديا، ان اي حد يقول حاجه ما يطلعش يقول لك انا غلطان، يقول لك اصل الحته الاخيره قصوها. اي نعم، انا قعدت اتريق على الواد وقعدت اقول لك مين وايه اسمه ايه ومعلمش معايا وايه يعني برشلونه ومش عارف مين، بس كنت بنصحه. انتوا يا جماعه فهمتوا كلامي غلط. يعني انا مثلا دلوقتي لو انت نيتك وحشه وفاكر ان انا كل ده بقلل من مهيب، لا ده انا بنصحه ازاي يبقى اعلامي شاطر ومتفوق. انتوا اللي نيتكم وحشه، انتوا كمان لجان على فكره كلنا لجان في بعضينا. يلا بقى مش مهم، ما هي كده تهمه بتتقال، اي حد يتزنق يخش يقول لك انت لجنه على فكره، مش عارف مين قبضك، مش عارف مين، اي حاجه ولا هنتزنق يعني ما نعرفش نرد، حتى يبقى شكلها وحش منطقيه. بس مهيب عبد الهادي الوطني الداعم للمنتخب اللي دلوقتي عمال يقول لك لو سمحتوا بلاش ترندات، لو سمحتوا بلاش نشاز، لو سمحتوا مش عارف ايه، على حسب ما انا فاكر كده، يعني مش متاكد قوي من الذاكره، ان كلامه قبل كاس العالم كان مختلف حبتين.
دي هديه لسياده اللواء. اتفضل. النهارده هيكون مباراة الافتتاح بين المكسيك وجنوب افريقيا. أيوة. طبعا كلنا في انتظار ظهور منتخبنا الوطني يوم الاثنين في ضربة البداية امام المنتخب البلجيكي. أيوة. وكلنا امال وثقة في العميد حسام حسن واللعيبة ان هي تحقق نتيجة ايجابية وتكون يعني ان شاء الله بوابة عبور لدور ال 32 وتحقيق اول مكسب لمنتخبنا الحمد لله الوطني. حققناه الحمد لله. بلجيكا ونيوزيلندا. ايوه. ومجموعتنا في المتناول، يعني مجموعه في المتناول عشان نبقى واضحين عشان ما نضخمش الامور قوي. عندنا بس قصه بلجيكا. مجموعتنا في المتناول عشان ما نضخمش الموضوع قوي، عشان بس الناس اللي لو تأهلنا من المجموعه تطلع تقول ان احنا تأهلنا من المجموعه وفاكرينه انجاز. مش عايزين نضخم الموضوع قوي. سياده اللواء. يا سياده اللواء، نداء الى اللواء حسام حسن برجاء الانتباه. كمل انا مش هتكلم، اتفضل كمل. نتعداها ان شاء الله بنتيجه ان شاء الله تكون قريبه، يعني ان شاء الله تكون أيوة. نتيجه كويسه، ما بقاش فيها نوع من الاحباط ولا من اي حاجه، لكن ان شاء الله كلنا امل. أيوة. وعايز اقول أيوة. ان الخريطه اتغيرت، يعني خريطه كره القدم اتغيرت. يعني زمان لما كنا بنشوف فرقة من أفريقيا بتتعادل أيوة. مع فرقة من أوروبا كانت الدنيا أيوة. الدنيا ما بتقعدش يعني. لا مثلا عايزين نرجع شريط الذكريات. كاميرون فازت على الأرجنتين 1-0، اتغلبت من إنجلترا 3-2 بصعوبة أو 2-1 بصعوبة وخرجت من دور 8 في وقت ده سنة 90. يعني بص، يعني ممكن نسيبنا من شريط الذكريات، بس انا متفاهم جدا طبعا ان قمه الدعم للمنتخب قبل البطوله، قبل ما تلعب ماتشات كاس عالم، ان انا اجيب لعيب صغير في السن اعمل فيه اللي عملته. ايا كان بقى انت مسمي ده ايه، نصيحه زي الاب لما ينصح ابنه او ينصح اخوه. ده منطقي جدا. ان انا اجيب ناس في الاستوديو تقعد تهاجم حسام حسن، منطقي جدا. ده دعم مطلق على فكره للمنتخب. وثالث حاجه واهم حاجه ان انا اطلع للساده المشاهدين اشرح لهم قبل البطوله، يا جماعه مجموعتنا في المتناول. انا شايف ان الموضوع سهل جدا، يعني عشان بس ما حدش يضخم الامور. وخريطه العالم اتغيرت، عشان بس لو فاكرين ان احنا هنلاعب فرقه من اوروبا. اي نعم انا عمال ادعي ان يا رب يعني ما يبقاش ماتش محبط، اللي هو يا رب ما نبلعش سكور، يعني عشان ده وضع المنتخب اللي انا شايفه احنا ممكن نخش نشيل سكور من بلجيكا عادي. مع ان الدنيا اتغيرت. زمان كنا بنحتفل وبنفرح لما نلاقي فريق من افريقيا بيتعادل مع فريق في اوروبا. لكن الكاميرون سنه 90 طبعا هو كمل قاعد يحكي بقى الجزائر 82 والمغرب في قطر شوف عملت ايه. لكن اول ما نلاقي الترند قلب ان الناس كلها بتقول لك اللي هيتكلم على سياده اللواء هيزعل، فنطلع نقول يا جماعه لما يبقى فيه انجاز سيبوا الناس تفرح. انتوا ايه ده؟ انا ما شفتش كده في الدنيا. حاجه غريبه جدا يا مهيب بصراحه. مش عارف الناس دي بتعمل كذا. لا وبيبقى ليهم وش، يعني يبقى ليهم وش بعد كده يطلعوا بقى في الاعلام بقى يكلموا الناس تاني عادي ويقولوا لهم بقى نصايح، وقال يعني احنا المفروض نسمع كلامهم وكده. الاعلام ده غريب. هي السوشيال ميديا اكيد اللجان بتاعت السوشيال ميديا، واكيد اي حد بيتكلم على السوشيال ميديا يبقوا لجان. وبعدين انتوا جيتوا منين انتوا، ولا طلعتوا منين انتوا؟ انت قاعد من اسيوط يلا ولا من فين يلا؟ دخلت انت كليه استاد القاهره عشان تفتح بقك؟ الاعلام الرياضي المصري باختصار دي عينه منه. لا ومش اي عينه، دي عينه بتطلع في قناه ام بي سي. يعني انا مثلا لما رحتش كلمتك مثلا على السيد الفضل رئيس هيئه المضانيق والمذيع اللي معاه اللي فضلوا قاعدين طول البطوله يقول لك احنا ما بنعملش حاجه ولو وصل نهائي كاس العالم مش عارف ايه كده اهو. لا ده انا بكلمك على اللي بيطلع في قناه ام بي سي بيصدر لك ان هو بيدعم المنتخب. ده اللي بيصدر انه بيدعم المنتخب. مش عارف هو بيصدر ايه بالظبط، بس كلنا عارفين اكيد ان هو بيحاول يصدر الطمأنينة والحاجات دي للجمهور المصري العظيم عشان منتخب مصر بيلعب في كاس العالم. الناس اللي زي مهيب مش لوحده، يعني هم كتير عامه، بس هو الدور النهارده على مهيب. بس الناس اللي زي مهيب دي الواحد عامه ما بيأمنلهاش، وده السبب اللي زي ما قلت لكم قبل كده، ده السبب بالظبط اللي خلى في ناس تظهر على السوشيال ميديا، سواء انا او غيري من الناس اللي لسه على قدها او الناس اللي ربنا بارك لها وناس تقيله قوي على السوشيال ميديا. بتختلف في اراء او بتختلف مع اراء ناس فيهم طبيعي. في حاجات بيقولوها مش مقنعه بالنسبه لك طبيعي، بس انت بتبقى عارف ان الشخص اللي قدامك ده ولا قاعد في ودنه اير بيس عشان حد يمليه، يعني دي ايربودز مش اير بيس. عارف ايه الفرق بين الاثنين؟ الايربودز دي انا عامل لها كونكت على الموبايل التاني عشان الفيديوهات اللي بتشتغل دي ابقى سامعها فاعرف. مش عارف انت ممكن عشان متعود حد يقول لك ده حمزه عبد الكريم. ايوه شكرا ده حمزه عبد الكريم، صحيح ما كنتش واخد بالي.
الناس اللي بتقوم بدور مؤسسه لوحدها على السوشيال ميديا دي، وبقت تطلع مع اختلافي مع ناس كتير على السوشيال ميديا، ومع ان في على السوشيال ميديا لجان واكونتات فيك، وناس بتخش تشتم، وناس بتبقى قاصده انها تعمل مش عارف ايه، بس في ناس كتير على السوشيال ميديا تحترم، سواء ناس بتعمل فيديوهات، سواء ناس بتكتب، سواء ناس بتعمل مجهود ايا كان ايه نوع عشان تطلع لك في الاخر، بتحاول تطلع لك حاجه صادقه من جواهم بتعبر عن ارائهم فعلا، سواء انت بتقتنع بيها او لا. وفي الحقيقه ان رايك مش مهم، ورأي ناس كتيرة، أو مع كامل احترامي لأي حد في الميديا، مش مهم. لأن لو الميديا، ودي جملة ممكن الناس ما بتستوعبهاش، لو الميديا أو القنوات هو الحاجة اللي الناس بتاعت السوشيال ميديا بتجري عليها وشايفة إن هو ده قمة النجاح، ما كانش زمان القنوات هي اللي بتجري ورا الناس بتاعت السوشيال ميديا، بتجري حرفيا ورا الناس بتاعت السوشيال ميديا، يشوفوا يجيبوا ده في حلقة ولا يجيبوا ده في حلقة عشان يستفيدوا من الناس اللي بتتابعك وبتصدقك، لأن أغلب البرامج فقدت مصداقيتها عند الناس اللي بتتفرج، متمثله في الناس اللي زي حضرتك كده. فالناس اللي عايزه تتفرج على حاجه ليها علاقه بالكوره بقت بتعمل ايه؟ ما بقتش تفتح التلفزيون، بقت تدور على فلان اللي على السوشيال ميديا، تتابع ده ولا تتابع ده ولا تتابع دول، تاخد اخبارهم من ناس صحفيين على السوشيال ميديا، تاخد حاجات معلومات من ناس بتتكلم في التاريخ ومش عارف ايه على السوشيال ميديا، تقعد حتى تسلي نفسها في ناس بتقول مجرد ارائها الشخصيه على السوشيال ميديا، لان عارفين ان الناس دي بيتكلموا من دماغهم، ما بيستنوش حد يمليهم. بس يعني دي ممكن معادله تبقى صعبه شويه انك تفهمها، لان انت حتى لما ابتديت جابك احمد شوبير عشان تبقى المراسل بتاعه، ولفت الايام وضربت ماجد غراب اللي هو كان المراسل بتاع احمد شوبير، وفضلت واخد السلم واحده 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 لحد ما ربنا كرمك بقى عندك برنامج. فممكن ما تبقاش فاهم ليه بني ادم ممكن يعتمد على نفسه واراءه الشخصيه ويقعد يحرق مجهود على السوشيال ميديا عشان يحاول يقدم للناس حاجه تحترم. معادله صعبه عليك. عموما في درس من الدروس اللي الواحد اتعلمها في الفيديوهات اللي هو بيعملها دي، ان ما تحرقش كروتك كلها مره واحده، يعني دايما كده سيب حاجات مستخبيه. حتى وانت بتعمل ب 2 جنيه سيرش هتلاقي شويه حاجات جواهر، تستعجلش، تحرقش كل حاجه في فيديو، خلي الدفاتر تقعد تزيد جنبك كده. وال 2 جنيه سيرش يجيبوا لك النتيجه كده، بص لحد ما يبقى معاك حبه قد كده. ليه؟ لان تاني مسيرك يا ملوخيه تلفي وتيجي تحت المخرطه، لسه هنعيد من الاول، كده يبقى في حاجات جاهزه هنا اهو. اعتقد ان احنا هنحتاجها قريب. الاتنين المتين بيقول لك الف سلامه وحمد لله على السلامه. محدش عارف بقى نلحق كابتن عفت الشربيني في قلم الخميس ولا هنعمل ايه. والله كفايه عليك كده النهارده.